كن صحي. صحصوح سهلها عليك. محشي البصل. المقادير: 250 جرام لحم بتلو مفروم خالي من الشحوم، نصف كوب أرز أمريكي مغسول ومصفى، حبة بصلة مفرومة، فصين ثوم مهروس، ربع كوب بقدونس مفروم، 5 حبات بصل، 100 جرام من التمر الهندي أو الحمر، 500 ملي من الماء المغلي، 750 ملي من الماء المغلي، ملعقة طعام ونصف من زيت الذرة، نصف ملعقة شاي لكل من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة، ربع ملعقة شاي من الفلفل الأسود، نصف ملعقة شاي لكل من الملح والكزبرة الناشفة والكمون. يخلط اللحم المفروم والبصل والثوم والمقدار الأول من البهارات والأرز والبقدونس في وعاء وتترك جانباً. يقشر البصل ويزال اللب ويزال القلب الذي يجمع ورقات البصل بالسكين. يوضع البصل مع المقدار الأول من الماء على النار ويترك ليغلي مدة 10 دقائق تقريباً أو حتى يلين البصل. يصفى ويترك ليبرد. تقطع كل بصلة من جهة واحدة بشكل طولي وصولاً إلى وسط البصلة حتى يمكن فصل طبقات البصل عن بعضها البعض. في هذه الأثناء يوضع التمر الهندي مع المقدار الثاني من الماء ويغلى مع تفكيكه بشوكة حتى نحصل على تمر هندي سائل. يصفى ويضاف له المقدار الثاني من البهارات. تحشى كل طبقة من البصل في ملعقة طعام من حشوة اللحم المفروم، ثم تلف وترص في طبق تقديم مقاوم للحرارة. تكرر العملية مع بقية البصل حتى تنتهي الكمية. يصب التمر الهندي فوق البصل ثم ترش فوقه ملعقة الزيت. يغطى بورق الألمنيوم ويوضع في فرن مسخن مسبقاً إلى درجة حرارة 450 فهرنهايت لمدة 30 دقيقة. يكشف الغطاء ويعاد للفرن مدة 20 دقيقة أخرى ثم يقدم.